اولا يعني كل سنه وكل الناس طيبه وسعيده، والامه العربيه يا رب والاسلاميه تبقى بخير وسعاده، ويجعل يا رب كرم ربنا علينا ورضاه. بصي، اللي ما بستغناش عنه هو تجمع الأسرة، زي ما والدتي عودتنا رحمة الله عليها، تجمع الأسرة على الفطار أو الفتة الضاني. يا رب يبقى كل البيوت مليانة عمار وخير يا رب بإذن الله. طبعا اللبس العيد ده لازم يبقى فيه اي حاجه جديده، حتى لو حاجه بسيطه، حتى لو حاجه واحده، بس لازم فيه حاجه اسمها لبس العيد او حاجه جايه في العيد. العيديه طبعا بيستنوا العيديه طبعا من جدتهم، عشان جدتهم اكتر واحده بتديهم فلوس. وطبعا في غدا بقى، الغدا مع تيتا والعيله، يعني اي حد موجود، يعني موجود، عشان في ناس كتير فعلتنا عايشين بره، اي حد موجود لازم نتجمع كلنا ونعمل غدا مع بعض. ان احنا ما نخرجش من البيت. يعني انا بهجة العيد بالنسبه لي ان انا اقعد في البيت. والله هو المفروض اقول الفته، بس بما ان احنا سوريين فمش مش متمسكين بحاجه معينه كل سنه، يعني كل سنه بنعمل حاجه مختلفه. اكله اعتقد الفته، ايوه طبعا كلنا بناكل فته اول يوم العيد.